عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم شوية بعد مباراة الزمالك والداخلية. فوز الزمالك 2-1 في مباراة بعنوان ليلة مثالية لهبوط الداخلية. بصراحة ماتش كان ممل على من ناحيتين، من فرقتين الزمالك ولا أداء ولا لون ولا طعم ولا أي حاجة. الصراحة أنا بعطف على الناس اللي هي لا بتشجع فريق، وأهم حاجة عندها إن الفريق ده يفوز من غير أداء، من غير أي حاجة، بالتحكيم، بالكوسة، بأي حاجة. المهم إن هي تفوز. بصراحة أقسم بالله أنا طالع طفحانه. يعني الفريق فايز ومتقدم 2-0، كان طفحان. يعني إيه الجرف ده؟ هي دي كورة؟ مش كورة، ولا إلها طعم ولا لون ولا ريحة ولا أي حاجة. إيه القرف ده؟ فالواحد بصراحة مش عارف الناس اللي بتشجع كورة كده وخلاص إن هي أهم حاجة تقولك إحنا بنفوز أهم حاجة. مش عارف ده معتبرينها دي كورة إزاي يعني. مش عارف بصراحة، أو أقسم بالله بتكلم جد، ما بقول كده بهزر ولا بكتب إجابات ولا أي حاجة. بس هي الكورة للمتعة، تتمتع كده، عينك تتمتع وأنت بتتفرج. المهم هي ليلة فعلا تاريخية، تستحق هبوط الداخلية. فريق ملوش طعم ولا ريحة، فريق عقيم هجوميا ودفاعيا، يستاهل. يلا ما بلانا. التاني فرقة هي هتبقى مقاولون العرب اللي هتهبط، وبلدية المحلة، وأتراهن مع أي حد إن هما دول التلات فرق اللي هيهبطوا الدرجة التاني، دوري المحترفين. نخش بقى على الزمالك وحكاية الزمالك. الزمالك كان أداء سيء جدا جدا من كل الفريق باستثناء المتألق الدائم حمزة المسلوسي، ويجي من وراه عمر جابر، والهداف الجديد أوباما اللي شكله عايز يقعد في الزمالك وعايز يجدد. بالمناسبة الزمالك عرض على أوباما 9 مليون، وعلى محمد صبحي محمد عواد 9 مليون. وتقريبا كده أوباما هيجدد، لأنه مش هيلاقي حد يستحمله. بصراحة مش هيلاقي حد يستحمله غيرنا. هو وفعلا هو برضو يعني ارحم شويه من ناصر ناصر منسي اللي كان عامل لي عايز يعمل باكورد زي ابراهيموفيتش. وقف الكرة ولقى الحارس متقدم، كان عايز يعملها باكورد في الحارس من قبل منطقة الجزاء مراح. فالمعلم ضربت منه. ناصر منسي هو كده كده منسي، فخلينا عشان هو اول الراحلين مع رؤى مع شويه لعيبه. هعمل لك فيديو بيهم ان شاء الله عن اللعيبة اللي راحلين، كل اللعيبة اللي راحلين من الزمالك. في مقدمتهم ناصر منسي طبعا، وده بجدارة، يعني حاجة يستحقها بجدارة، مش هنمن عليه بيها، هو يستحقها وبجدارة. عموما احنا مش هنتكلم على على جوميز، ولا هنتكلم على الأداء، ولا هنتكلم على اللعيبة، لأنك انت داخل مطحنة وأنا مش يهمني حاجة دلوقتي. أنا أهم حاجة عندي يا عم ريح اللعيبة، بس تفوز برضه، بس تريح في لعيبة كده عايزك تريحها. يعني زيزو لما يجي اديه راحة. عبد الله السعيد مش هتلعبوا الماتشات كاملة، ممكن 5 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، مش هتطول يعني في عبد الله السعيد. وناصر ماهر اللي بدأ يتأنى كتير بالكورة، وبدأ يعمل حياة يعني صعبة شوية. فاحنا مش هنتحاسب، احنا داخلين على مدعكة، مدعكة في الموسم القادم. من أول السوبر الأفريقي 27/9، بعد كده السوبر المصري في الإمارات، وبعد كده على السوبر ليج والدوري والكونفدرالية، ومدعكة عموما، مدعكة. فاحنا هنستنى، ولازم أهم حاجة مستنيين منكم الصفقات، مجلس الإدارة، صفقات كلاس A، صفقتين 3 بالكتير أجانب. يا عم صفقتين، لأن في إسحاق يعقوب خلاص مضى. عايزين صفقتين كلاس A وشوية لعيبة مصريين، يعني 3 2 مش الكترو بس كلاس. غير كده مش هيبقى مقبول اي حاجه، لان هيبقى في مدعكه. بصراحه عمر ما فيش ولا دوري الزمالك لعبه قبل كده هيبقى بالمدعكه دي. وانت مش معقول هتخش الدوري والده السوبر ليج والحاجات دي بهزيمتين من الاهلي مثلا، لا قدر الله، باللعيبه ديت، من غير تدعيمات سوبر. هتخسر السوبر الافريقي وهتخسر السوبر المصري في الامارات. فانت لازم تدعيمات سوبر. فضلا وليس امرا. يا ريت اللي اول مره شفنا اشترك في القناه، واشترك على اللايك الجميل، واكتب رايك في الكومنتات. يلا سلام.